الله شبه 4 أصناف من الناس ب4 حشرات. الأول النمل والذباب والعنكبوت والنحل، 4. الله شبه 4 ناس ب4. الأول النمل، الله شبه أهل الدنيا بالنمل. حرص. النملة شايفها من تطيح من بيضتها مولانا تدق وترطم وتشتغل ليل ونهار، ليل ونهار ماكو راحة. النمل يركض على رزقه مولاي ليل ونهار ماكو فراغ، يشتغل اصعد وانزل ويذب نفسه بالنار ويذب نفسه بالماء وكذا، يشتغل ويكدح وبالاخير شنو مولانا؟ مات، راح. واضح مولانا؟ اهل الدنيا القرآن يمثلهم بمن؟ بالنملة. هذا اهل الدنيا يركض الصبح، هو يشتغل ومرته تشتغل وابنه يشتغل وزوجته تشتغل وبناته يشتغلن مولانا، وعنده شغلتين و3 و4 بالعافية، عليه 70,000 عافية. الإسلام ما يمنع، بس اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. الإسلام ما يمنع العمل، ما يمنع الكد على العيال لأن هو جهاد في سبيل الله، لكن يمنع الحرص أن الإنسان مولانا يركض ورا الدنيا، يركض ويركض. كان وين الآخرة؟ ماكو مولانا. هذا الشبه الأول. الشبه الثاني، شبه أهل النفاق المنافق بمن؟ بالذبابة، الذبانة. مولانا هاي اسمعني بيها، هاي اسمعني بيها والله. زي مولانا أهل النفاق، تعرفون المنافق ياهو؟ المنافق قوله شيء وفعله شيء آخر، قلب شيء ولسانه شيء آخر، يضحك ضروسه أسنانه بيض وقلبه أسود، هذا منافق. المنافق يلعب على الحبلين، ما عنده حبل واحد. المنافق مثل الذبانة، الذبانة مرة تقعد على العسل ومرة تقعد على من؟ على النجاسة. تشاولك انت ما عندك ميزان؟ لا حقيقة انت مثل قياس بعيو، ذاك قياس بعيو واحد طايح مولانا بنقرة بحفرة ببير طايح، قال له بعيو طلعني، ذب له حبل مولاي وطلعه. من بعد فترة شاف له واحد معلق بالشجرة، نزلني ذب له حبل وجره. كانت مثل قياس بعيو مولانا كله بالحبل، ما يصير مولانا العزيز. الذبانة ما لها مقياس، ما تقيس بين الحلو، بين الطاهر وبين الغير الطاهر، بين الطيب وبين الخبيث، تقعد على الطيب وتقعد على هذا. المنافق هيك، المنافق ما عنده ميزان. المنافق هذا يقول إن سيدنا ابن ملجم قتل سيدنا علي بن أبي طالب. كان أنت هذا سيدك وهذا سيدك، ما يصير كان تذبان مولانا، ما يصير. كن عندك موقف سيدنا فلان رضوان الله تعالى عليه وسيدنا فلان هم رضوان الله تعالى عليه، مرة تقعد على العسل ومرة تقعد على، ما يصير مولانا. الإنسان يصير عنده موقف، أنا أمدح الحسين، أمدح الحسين وأمدح أعداء الحسين، وين التولي والتبري؟ أنا أمدح علي بن أبي طالب أو أمدح أعداء علي بن أبي طالب، هذا نفاق، هذا نفاق. المؤمن غير منافق، والمنافق عنده موقف لابد أن يكون له تولي وتبري، لا يلعب على حبلين. خلاص هذا زين، علي مع الحق والحق مع، خلاص أنا أمشي مع الحق، فالذي يعادي الحق هو عدوي، خلاص لا أكثر ولا أقل. أنا إذا أبوي حارب علي بن أبي طالب ما أريده، إذا عشيرتي تحارب علي بن أبي طالب أتبرى من العدم مولانا، لأن عليا مع الحق والحق مع علي، مع القرآن والقرآن مع علي، لا أكثر ولا أقل. الثالث اللي الله شبههم مولانا بالعنكبوت، شبه أهل الكفر وأهل الشرك بالعنكبوت. العنكبوت ما عنده ذرة من الرحمة، القوي يقتل الضعيف، الأم تنجب أطفالها بس يكبرون الأطفال شو يسوون؟ يأكلون أمهم مولانا. الزوجة تدعو الزوج، هاي حياة العنكبوت، حياة الافتراس، حياة اللا أبالي، حياة القتل، حياة الوحشية. واضح مولانا؟ تأتي بزوجها، تعاشر زوجها، بعد المعاشرة تقتله ثم تأكله. في بعض الحالات تأكل أولادها، بعض الحالات الأولاد يأكلوا أمهم. عجيب، أنتم ما عندكم أم وما عندكم أبو، ما عندكم زوج، ما عندكم زوجة. حياة الوحشية، حياة اللا أبالي،
حياة القتل والذبح والنهب. الله شبه أهل الشرك وأهل الكفر بمن؟ بالعنكبوت. واضح مولانا؟ هاي ثلاثة. الرابع النحلة. الله شبه أهل الإيمان، شبه المؤمنين بمن؟ بالنحلة. رسول الله قال المؤمن كالنحلة تأكل طيبا وتضع طيبا. تاكل وين؟ تقعد على الورد وتشرب من رحيق الورد، وتضع عسلا مصفى يفيد الناس وله فوائد كثيرة شفاء للناس. مولانا المؤمن يكون كالنحلة، إذا تكلم يتكلم طيبا، إذا قال طيبا، إذا جلس طيبا، إذا أصلح طيبا. هذا المؤمن الله شبهه بمن؟ بالنحلة، لأنها من أنظف الحشرات. أنظف حشرة من أنظف الحشرات هي النحلة، نظيفة جدا 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 مولانا. ولهذا يخلون حارس إذا طلعت النحل. هاي حكاية حلوة اسمعها، يمكن ما سامحها. هذا إذا طلع النحل للورد، يخلون واحد قائد بالباب. هذا القائد اللي بالباب شو يسمونه يعسوب النحل. يعسوب بمعنى أمير النحل. يخلونه بالباب، يجي أنتم عينوا على الوثائق والتقارير، تجي النحل، كل نحلة تجي تدخل مولانا بالخلية يشتمها اليعسوب، يشمها. إذا جالسة على الورد يشم ريحتها، يدعها تدخل. وإذا جالسة على مكان غير طيب